ازيكم عاملين ايه؟ طبعا اكيد انتوا متفاجئين جدا دلوقتي ان انا جيت تاني. انتوا افتكرتوا بقى ان انا مت تقريبا او ان انا خلاص ما بقاش ليا وجود تاني. بس حقيقي انا جيت تاني. انا عارفه ان انا بجد بجد بقى المره دي فعلا انا اسفه جدا. كل حاجه الفتره اللي فاتت ما كانتش احسن حاجه معايا وحاجات كتير جدا حصلت بس بدون دخول في اي تفاصيل. انا بس جاي اقول لكم كل سنه وانتوا طيبين واحكي لكم شويه عن كام حاجه كده. مش هقول لكم ان انا اتعلمتها مره فاتت اللي هو الفترات اللي فاتت قصدي. هكلمكم عامه. انا فعلا مش عارفه انا عامله فيديو ده عن ايه بس انا جايه فعلا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وعارفه ان دلوقتي مفيش حد هيسمعني بس غير صحابي عشان يعني كل الناس تقريبا اللي عندي مشيت. وانا بجد والله مش زعلانه بس فعلا الفتره اللي فاتت دي كانت يعني مش اقول عليها سيئه بس كانت صعبه جدا عليا. حاجات كتير قوي حصلت فيها وانا ما بقتش عارفه اصور ولا بقيت عارفه اعمل اي حاجه تاني. وفي حاجات كتير قوي كنت بعملها وافتقدتها ولكن حاليا بدعي ربنا كتير ان انا اعرف ارجع تاني اعمل حاجات انا بحبها وكمان ان انا انزل بودكاست وانزل فيديوهات واشير عامه الحاجات اللي انا بعملها. حتى لو هي كانت تافهه جدا وانا عارفه ان انا كل فيديو بعمل بكرر نفس الحاجه او كنت بجد من سنتين لما جيت بدات من سنتين كنت بجد اللي هو بحاول على قد ما اقدر اشير كل حاجه انا بعملها كويسه بحيث ان هي تبان بشكل بوزيتيف او ان الحياه تبقى اسهل. وده كان اصلا من اهدافي يعني ان انا اتبسط وان الناس اللي تتفرج عليا تكون حابه اصلا ان انا بعمله. ولكن حصل حاجات كتير قوي 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 ما خلتنيش اكمل على البلان اللي انا كنت حطاها ان انا اوصل مثلا سبسكرايبرز معينين او ان انا اشتغل على القناه اكتر او ان انا اشتغل على الفيديوهات اكتر ان انا اعمل افكار كتير. عندي افكار كتير قوي كنت كاتباها ومع كل نوت بوك عندي بقعد اكتب بجد افكار كتير قوي بجد حلوه يعني بجد افكار حلوه اول مره اقول على حاجه انا بعملها بجد حلوه. بس حاجات كتير قوي بتحصل بتخليني مش عارفه اطبق ده. وده بس مش في حوار التشانل يعني في حياتي عامه كمريم حاجات كتير قوي بقى عايزه اعملها ومش بتحصل. بس دلوقتي انا جايه اقولكم بس كل سنه وانتم طيبين. انا مش محتاجه اي حاجه تاني بس عشان رمضان داخل علينا واتمنى ليكم حياه سعيده واتمنى ليكم ايام سعيده. انا مش عارفه انا هكمل تاني على اليوتيوب ولا لا. بسبب حاجات كتير برضو انا مش عايزه بجد ادخل في اي تفاصيل عشان يعني مش عايزه اكون نيجاتيف خالص. بس يعني ايا كان انتوا وحشتوني وانا بجد بجد ممتنه لكل حاجه وممتنه للسنتين اللي انا اشتغلت فيهم على اليوتيوب. واتمنى ليكم ايام سعيده ورمضان سعيد وربنا يوفقكم في كل حاجه وربنا يوفقني وادعولي كتير. بس